تحت شعار النفط مهما كان الثمن، رسم الاحتلال المغربي لاتفاقية ثنائية بشراكة قطرية تمكن الأطراف الثلاثة الموقعة على العقد إلى جانب إين الإيطالية من مباشرة أشغال التنقيب عن المحروقات قبالة سواحل منطقة طرفايا المحتلة. الحوض الواقع بشمال الصحراء الغربية يمتد على مساحة إجمالية تقارب 24 ألف كيلومتر مربع، ويتيح العقد المبرم في 2019 الأطراف الثلاثة بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتقييم الاحتياطات النفطية والغازية الكامنة في المنطقة المصنفة من طرف الأمم المتحدة كمساحة متنازع عليها وغير قابلة للتصرف فيها من أي طرف. غير أن الاحتلال المغربي أراد أسلوب التعنت ومناهضة الشرعية الدولية ضمن حملته المتواصلة في نهب الثروات الباطنية ومقدرات الصحراويين، شهر عن إلغاء اتفاقية الشراكة للصيد البحري والفلاحة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة. خرق الرباط للأعراف الدولية في تنفيذ عقد التنقيب عن النفط على الشريط الساحلي الصحراوي لا تتوقف هنا، بل أججت من الخلافات المغربية الإسبانية كون المنطقة المعنية بأعمال الاستكشاف تقع قبالة جزر تتمتع بالسيادة المباشرة لمدريد، ما يعمق من فجوة التباين في مواقف البلدين التي لا تزال تعيش على ارتدادات لجوء الرباط لاستغلال ورقة المهاجرين في ابتزاز جارتها الشمالية في مسعى لتليين موقف مدريد بشأن الملف الصحراوي.